تنجداد واحة أسرير إقليم الراشدية تنقشع أول صرخة للشاعر محمد علي الرباوي سنة 49 و900 وألف، ومنها سيخوض رحلة جارفة في تضاريس المكان وتلاوينه. قذفته أسرير إلى أتون حواضر بسمت مسيره الحياتي والدراسي والأدبي، فحط رحاله الأخير بوجدة، حيث سيحصل على دكتورة الدولة من جامعة محمد الأول سنة 94 و900 وألف، وحيث سيشتغل أستاذا جامعيا بكلية الآداب إلى أن تقاعد في خريف 2005. لم ينتظر الشاعر محمد علي الرباوي استكمال مساره الدراسي ليغوص في بحور القصيد، بل عانقها منذ الطفولة. كانت تستهويه بإيقاعاتها الجميلة ليكتب ما كان يسميه آنذاك أغنية. تلمست نصوصه الأولى الظهور بداية الستينات، وانتمى شعره إلى جيل السبعينات. شاعر عصامي نأى عن العملة الواحدة ذات الوجهين الإبداعي والأيديولوجي. أنا جئت في مرحلة الستينات والسبعينات، كانت الإيديولوجيا هي التي تحكمت في النصوص الشعرية. أنا كنت أؤمن باستقلالية الإبداع، ولهذا عانيت في أن أوصل صوتي إلى المتلقي، لأن صوتي لم يكن يتماشى مع ما كانت تتطلبه الساحة الثقافية آنذاك. لهذا هذا الجو وهذا الفضاء ساعدني بأن أبحث لي عن منابر للنشر شعري، فكان البديل هو الهجرة إلى مصر، إلى منابر، إلى مجلات مصرية، لبنانية، سورية، عراقية، تونسية، جزائرية. هذه المنابر هي التي استطاعت أن ترحب بما كنت أكتب في الوقت الذي كانت المنابر الوطنية، وكانت معذورة في ذلك طبعا، كانت لا ترحب بهذه الكتابات التي كنت أكتب لأنها كانت خارجة عن السرب. لكن لما بدأ اسمي يظهر في هذه المجلات في أواسط السبعينات، بدأت المنابر الثقافية المغربية تفتح لي صدرها. ومن حسن الأقدار أننا كنا نلتقي في بعض هذه المنابر الثقافية المشرقية، ومن بينها مجلة الشهاب التي كانت تصدر في لبنان. امتلأ الشاعر محمد علي الرباوي وعيا بالمكان وتراكماته الدلالية وبإيقاعاتها التي تأتيه طوعا أو كرها فيصغي لخفقانها. قمر أسرير ديوان مكاني يبني أفنان دلالات إبداعية عميقة تستدعي المكان فيحضر وجدانيا. أنا إنسان جوال كأغلب أسر أسرير، رحالة، نرحل يعني لا نستقر في المكان، إما بسبب البحث عن العمل أو بسبب الدراسة. يجد نفسه كأنه يعيش استمرارية أسرير، فالأسرير الحاضرة، سواء عشت في سيدي قاسم ولا عشت في وجدة ولا في مكناس، كل هذه الفضاءات هي امتداد لفضاء أسرير. إن أسرير حاضرة روحا أكثر ما هي حاضرة جسدا. المكان في شعر محمد علي الرباوي فإننا يمكن أن نقسمه إلى جزئين أو نمطين من الاشتغال، بحيث إنه يحاول أن يربط عنصر المكان بحياته الخاصة. فحينما نعود إلى ديوانه أو مجموعته الشعرية قمر أسرير، فإنه يحاول أن يلخص مجموعة من المسارات التي قضاها الشاعر في حياته، انطلاقا من خروجه من أسرير. وأسرير كما نعلم هي المنطقة التي ولد فيها، وهي بمنطقة صحراوية بإقليم تنجداد. من خلال هذه المحاولة حاول أن يربط
بين حياته الشخصية والمكان. ارتباطه بالمكان يعني ارتباط لا حد له، وخصوصا المكان الذي نشأ فيه، الذي ولد فيه، والذي نشأ فيه وأفنى فيه زهرة شبابه. الذي ازداد فيه هو تنجداد، والذي أفنى فيه زهرة شبابه كسيدي قاسم مثلا. ولكننا نلاحظ أن الرجل حين يعبر عن المكان ويذكر المكان يعبر لك عن اغترابه. يجد أن الأحبة الذين كانوا هناك كانوا يؤنسونه لم يعد لهم وجود، فعودته إلى المكان يعني عودة حزينة. صوت قدم من زمان السبعينات، ترحل بين عدة مناطق مغربية وجزائرية إرثا عن والده، فوجد في رمز سندباد دالته. تسلل هذا الرمز إلى ذاته ليبحر سندبادا في ديوانه مكابدات السندباد. علاقتي بالسندباد لها طابعان: طابع ثقافي وطابع حياتي. الطابع الثقافي أنني كنت معجبا بالشاعر المصري صلاح عبد الصبور. هذا الرجل كان ميالا إلى الفلسفة الوجودية، وفي الوقت ذاته ميال إلى الثقافة الصوفية. وقد يبدو هذان الميلان قد يبدوان متناقضين، في حين أن ما يجمع بين التجربة الصوفية والقلق الوجودي في الفلسفة ديال السطر هو هذا القلق الذي عاشه صلاح عبد الصبور، واستدعى من خلاله ليعبر عنه السندباد، اتخذه قناعا ليعبر عن قلقه. أعجبتني هذه الصورة عند صلاح عبد الصبور، ولكنني لم أفكر في أن أستلهمها. لكن على مستوى الحياة عشت رحلة السندباد. والدي رحمه الله كان رحالا، أنا لم أعش مع والدي إلا أيام قليلة، نظرا لأنه دائما في رحلة، إما راه في مدينة من المدن البعيدة عن مكان سكناي، وإما أنه خارج المغرب في وهران، وإما في الألزاس، وإما في بو ولا في طاب إلى آخره. فحياة الوالد كانت حياة رحلة. أنا أيضا عشت الرحلة نفسها، انتقلت من أكثر من مكان، وفي الوقت ذاته كان هناك قلق داخلي يملأني، فاتخذت أيضا السندباد رمزا للرحلة ورمزا للروحاني. ويقول في الصفحة 39 من الديوان، أي من مكابدات السندباد المغربي: فالسندباد كما البحر لا يستقر، له عودة بعد كل رحيل، ولكنه بعد رحلته هذه السابعة كعاصفة قد هدأ، ليستأنف الحزن رحلته في تضاريس قلبي وها قد بدأ. يحضر في هذه القصيدة الديوان أكثر، وإن كان الشاعر وابنه زكريا يحضران أكثر من حضور الأب في هذا الديوان، ذلك أن الشاعر يعتبر نفسه هو أيضا سندباد، لأنه كان كثير الترحال، كما قال هو بنفسه في حوار أجريته معه في إطار البحث. فهو سندباد وأبوه سندباد، وكل الرجال الذين كانوا يرحلون بحثا عن لقمة العيش كل واحد منهم كان سندبادا بمعنى ما. سندباد منح شاعر محمد علي الرباوي قوة في الكشف عن الأشياء وعن الخبايا، وكأنه يطل على عوالمه التي يريد الحديث عنها، كأنه يطل عليها من فوق، بالرغم من أنه يعيش معها تحت. ولكن هذه الرمزية للسندباد على أساس أنه شاعر الذي ينتقل من مكان إلى آخر،
الذي يرحل من مكان إلى آخر. وهذه الرحلة صحيح هي رحلة طبيعية في المكان، لأننا عرفنا أن الشاعر سكن مجموعة من المدن المغربية، ولكن رحيل الشاعر محمد علي الرباوي كسندباد ينتقل من مكان إلى آخر إنما جاء ليتعرف أحوال الناس. تطورت شعرية فتى أسرير عبر مراحل اعتبرها البعض ارتباكا أيديولوجيا، من حماس الجيل السبعيني وحضور السوسيو الثقافي في صورة الوالد مع ديوانه الأول البريد يصل غدا، انصرف إلى الذات يسائلها ناهلا من المرجعية القرآنية، ثم بعد حادثة السير التي تعرض لها انشد إلى المطلق ليحرر الروح من الجسد. هل هذه كانت ترجات فكرية في صلب التجربة الرباوية؟ حينما نريد أن نفصل مراحل حياة الشاعر الشعرية ليس حياة الخاصة، هذه المراحل كانت تقريبا تسير في خط لا أقول واحد، خط منسجم فيما بينه. إذا ليس هناك دافعا لدى الشاعر أن يحول تجربته من لحظة إلى لحظة أخرى. لذلك فحينما كان مثلا في بدايته الأولى وكان يعتمد على مجموعة من المقومات الإسلامية، ولذلك كانت هناك مجموعة داخل الجهة الشرقية وهي مجموعة الأدب الإسلامي، والتي كان لها دور إيجابي لدى هؤلاء الشعراء، وكان له دور سلبي من خلال نظرة الآخر لهذه المنطقة، فجعلوها منطقة لا نقول هامشية وإنما متطرفة نظرا لمجموعة من الأمور المتعلقة بالمركز والشعر المغربي بصفة عامة. لذلك فهذه التحولات التي جعلت الشاعر يخرج عن إطاره الضيق الإسلامي ويحاول أن يكون شاعرا إنسانيا حتى يخلق لنفسه صفة ويخلق لنفسه مثلا مكانة داخل النسيج الشعري المغربي المعاصر. لعل الأمر الذي أصاب فيه أستاذ محمد علي الرباوي وهو يشير إلى تجربته هو أنه استطاع أن يفلت من قبضة الأيديولوجي وأن يظل مخلصا للفني. الأثر الأيديولوجي أو القبضة الأيديولوجية لم يكد يسلم منها الشعراء الذين جمعتهم كلية الآداب بفاس في تلك الفترة، سواء أولئك الذين كانوا أساتذة، ومعظم الأساتذة الذين درسونا كانوا شعراء، سواء كانوا مغاربة أو مشرقيين. الطابع العام فعلا كانت الكلية تكاد تكون محاصرة بالتيار الأيديولوجي وغلبته على الشعر. إذا أضفنا إلى ذلك الشعر الفلسطيني الذي برز بوضوح بعد نكسة 67، وصارت أشعار الفلسطينيين الشباب آنذاك محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وفدوى طقان تكتب وتعلق كمناشير ونحن نقرأها ونحفظها. كل ذلك جعلنا يعني بشكل أو بآخر نقتبس شيئا من هذا الطابع الأيديولوجي. هذا جو لم يعش فيه الرباوي، فعاش سالما منه ما سيسمى بالشعر الإسلامي. الشعر الإسلامي لم يكن رد فعل أيديولوجي كما يتحدث بعض الناس، أبدا لم يكن، كان تطورا طبيعيا. له الرأي المستقل، وهذا يتجلى يعني في أبرع صورة، وهي في مقالته التي كتبها سنة 91 و900,000. هذه المقالة التي نشرها في العدد الثاني من مجلة المنعطف التي كانت تصدر بوجدة بعنوان الأدب الإسلامي أدب غير ملتزم، وبنى رأيه على أن الالتزام يعني جاء من الوجودية، والوجودية رئيسها وعالمها هو جون بول سارتر. فالرجل لا شك أنه كان يرجع إلى الأصول الفرنسية في هذا الباب،
وجاء بثلاثة أدلة ليدفع بها هذا الرأي وليؤيد بها رأيه، فقال إن الأدب الإسلامي أدب مسؤول وليس أدبا ملتزما. لكل شاعر مرجعيته التخيلية لبناء عالمه الإبداعي الذي لن يكون إلا انطلاقا من خصوصية حضارته. من هذا المنطلق بحث الشاعر محمد علي الرباوي عن الرموز الدينية في التراث الإسلامي. اهتدى إلى قصص الأنبياء في القرآن الكريم، فجاءت قصائده انسيابا: قصيدة أوراق مكية، الأسماء الحسنى، والأحجار الفوارة. في أواخر الستينات ومطلع السبعينات تعرفت على المدرسة الشعرية الجديدة التي كان يتزعمها بدر شاكر السياب، نازك الملائكة، وعبد الصبور وآخرون. ولاحظت أن هؤلاء الشعراء وخاصة السياب كانوا يستلهمون الثقافة اليونانية بكثرة، وهي ثقافة غريبة عن مجتمعنا، حيث إن المتلقي حين يقرأ بعض نصوص السياب يجد نفسه بحاجة إلى من يشرح له الأسطورة التي استلهمها السياب في النص الذي يقرأ. فطرحت السؤال وقلت في نفسي: ألا توجد في حضارتنا رموز بديل؟ بدل أن أستلهم إيليس مثلا، ألا يوجد في حضارتنا رمز آخر بديل؟ ففي بداية الأمر هداني الأمر إلى القصص، قصص الأنبياء. وقصص الأنبياء لكي أستلهم هذه القصص لابد من العودة إلى القرآن الكريم. فإذا عدت إلى القرآن الكريم من أجل أن أتعمق في سير الأنبياء، لعلي أجد في هذه السير مادة تغني تجربتي الشعرية. فإذا دخولي إلى قراءة القرآن في البداية لم يكن بدافع ديني بقدر ما كان بدافع فني جمالي لا غير. من هنا تسللت اللغة القرآنية، اللغة الروحانية، إلى كثير من النصوص، وتسلل معها أيضا الإيقاع اللغوي. الرجل يمتح من معين القرآن، من معين القرآن الكريم، وأحيانا يأتيك بالآية كما هي، وقد يشير إليها من بعيد بلفظ مشهور فيها كالهز مثلا، وهو يشير بذلك إلى قصة عيسى عليه السلام وأمه مريم، يستحضر أقوال الصحابة الكرام، مثلا يستحضر قولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: غري غيري، يخاطب البيضاء في قصيدة الدار البيضاء، يقول لها غري غيري. وفي ذلك استمداد صريح من كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي خاطب بها الدنيا: غري غيري. الأسطورة موروث حضاري، هي شيء من التاريخ امتشقها محمد علي الرباوي، فجاءت بفيض دلالي وقيم جمالية تغني عن السطور. الشعر الفصيح الذي نكتبه بالمغرب لكي نستطيع من خلاله أن يكون لنا وجود في الشعر العربي، وأن يكون لنا صوت متميز، لا بد أن نعتني باستثمار الموروث الشعبي المغربي. أذكر أن لي نصا بعنوان
مواويل على الهجوج استثمرت فيه القناوة، الجو القناوي، وحتى في إنشاده ينشد بالطريق بالحضرة القناوية. هذا النص حين كتبته كنت أتصور أنه لن يفهم عند المشارقة، وتبين لي العكس. أنشدته خارج المغرب ولم أقدم شرحا لما في هذا النص من ثقافة شعبية، ولكن الجمهور تفاعل مع النص. ميزة الرباوي أنه يخلق أساطيره بنفسه، يصنعها وصنعه لهذه الأساطير ولهذه الرموز هو آت من هذه الثقافة الثارة التي تميز بها والتي تحدثت عنها منذ قليل، بمعنى أن الشاعر محمد علي الرباوي لغته الإشارية لغة يستطيع كل واحد منا فهمها، شريطة أن يحوز المصادر نفسها التي كان يغرف منها شاعر محمد علي الرباوي. شاعر محمد علي الرباوي حين يكتب أولا مصدره في اللغة العربية وإتقانه لهذه اللغة وامتياحه من مصدرها الثر الكبير الذي هو القرآن الكريم جعل منه شاعرا متمكنا من ناصية اللغة، بمقدوره أن يستخدم ألفاظها بالشكل الذي يريده لدلالته، بمعنى أن اللفظ لا يعوزه من جهة، والدلالات التي يرغب في تركيبها لذلك اللفظ يجدها بسرعة. تعددت مصادر محمد علي الرباوي وتنوعت مرجعياته، متح من معين نصوص الشعر الفرنسي قراءة وكتابة على غرار فيكتور هوغو، بودلير وغيرهم، ونهل من الشعر العربي قديمه وحديثه، كله مجتمعا صنع له صوته الخاص المتميز بعيدا عن صدى الآخر. كنت معجبا بكل شاعر أو موسيقي أو تشكيلي يكون ذا صوت متفرد، وقراءاتي في الشعر العربي قديمه وحديثه وقراءاتي في الشعر الفرنسي قديمه وحديثه جعلني أتعرف على الأسماء التي بصمت مسيرة الشعر في لغته. وكان دائما عندي إحساس أن أكون فيما أكتب أنا لا غيري، ولهذا استفدت من أعلام بعضها هم نجوم في ميدانها، ولكن أكثرها كانوا من الكتاب المغمورين. دن دددن دن دن دددن دن جن جنوني. عاشق الموسيقى ودخل الشعر من بوابتها، وطالما حلم أن يكون مؤلفا موسيقيا تأسيا بجده لأمه، حلم لم يتحقق، فعانق الشعر كبديل أغواه بإيقاعاته الموسيقية. دندن بالهجهوج الميمون، دندن دندن سيدي ميمون، إني بالموسيقى مفتون. هو في حقيقة باعتباري من الجنوب وباعتبار لساني أمازيغي بالأساس، فإن في الثقافة الأمازيغية وحتى في الثقافة الشعبية المغربية أيضا الشعر والموسيقى توأمان. احنا عندنا أم دياز لا يمكن إلا أن يكون شاعرا ومنشدا لشعره أو لشعر غيره، يعني لا. ولهذا الأغنية الشعبية، أنا أتحدث عن الشعر البدوي ماشي الأغنية العصرية، الأغنية الشعبية مرتبطة، يعني الكلام واللحن، الكلام هو الأساس. حين نسمع مثلا الملحون
اللحن في أغلب أغاني منحوت تقريبا لحن واحد تقريبا، ولكن المهم هو ما يقوله المنشد. ولهذا فالشعر يتخذ الموسيقى وسيلة لكي ينتشر بين الناس. الشعر الأمازيغي نفس الشيء، يعني صاحب الربابة أو الكمان يعزف ليقدم شعره بلهجته طبعا. هذا الجانب هذا هو الذي تأثرت به منذ طفولتي، فكان الشعر عندي مرتبطا بالغناء. كان جده يقرع على الطبل وكان يستمع إلى كل ذلك، وكان يستمع إلى أمه وهي تردد مجموعة من الأهازيج الغنائية. ولم يأتي شاعر محمد علي الرباوي إلى مجال كتابة القصيدة عن طريق الخطأ، لا لشيء إلا لأن الشعر غناء. شاعر محمد علي الرباوي شاعر مولع بالموسيقى وبالغناء. وأذكر أنني كلما افتقدت لحنا من الألحان القديمة إلا وعدت إليه فوجدته في خزانته. لم يدخل الشاعر محمد علي الرباوي الشعر خطأ، فالشعر غناء. استطاع محمد علي الرباوي أن ينصهر داخل تلك العلاقة الجدلية بين الشعر والموسيقى بإيقاعات موزونة، فأبحر بمجدافي الإيقاع والكلمة. كتب كلمات أول أغنية لسمير بن سعيد قصة الأمس، كما كتب لمحمود الإدريسي ومحمد شفيق ونجلاء بونا وغيرهم. هي قصائد غنائية في البداية، منها قصة الأمس. قصة الأمس نشرت في الصحافة المصرية، ونشرها في الصحافة المصرية هي التي لفتت انتباه أبو سمير بن سعيد إلى القصيدة ليقدمها لابنته. في حق السي عبد العزيز أظن عبد الرزاق رحمه الله هو الذي رشح القصيدة بعد أن نالت إعجابه. فمن المفارقات أن يكون منبر مشرقي هو السبيل إلى أن يصل شعري إلى الغناء. الشاعر الذي تعيش الموسيقى بداخله، ولا أدل على ذلك لأنه يكتب شعرا يتغنى به. واستطاع كثير من الملحنين المغاربة أن يلحنوا جملة من قصائده، وكانت من القطع الأولى التي غنتها سميرة بنت سعيد أو سميرة سعيد قطعة موسيقية هي من شعر محمد علي الرباوي. بل شاعر محمد علي الرباوي كتب شعرا للطفل، وأشعار الطفل هي عبارة عن مجموعة من الأناشيد، أناشيد موقعة بتنغيمات زمنية محددة، ولا يمكن للطفل أن يعجب بنص إلا إذا كان موقعا بطريقة خفيفة. والشاعر محمد علي الرباوي من هؤلاء الذين يتقنون هذا الأمر. وأذكر مرة ونحن نتحدث عن الخبب وهو واحد من الأوزان الشعرية التي الشاعر محمد علي الرباوي مولع بها، بل الأكثر من ذلك أن للشاعر محمد علي الرباوي خببه الخاص. الموسيقى تشبع بها من خلال مجموعة من المعطيات التي تتعلق بحياته الخاصة وتشبعه وإيمانه بأن الموسيقى هي الروح الذي يمكن للإنسان أن ينبع أو أن ينبع من خلالها، أو أن يصدر مجموعة من الإيهامات، مجموعة من التمثلات الشعرية. نلاحظ أنه يهتم بالإيقاعات داخل شعره، انطلاقا من اعتماده على مجموعة من البحور، خاصة بحر الخباب الذي يعتبر أساسا أو رافدا أساسيا بالنسبة للشاعر محمد علي الرباوي. عبقري فيما يخص الإيقاع، ولا أدل على ذلك من تخصصه في علم العروض، ورسالة الدكتوراه الخاصة به كانت في علم العروض. وقد ظهر تأثير الموسيقى جليا في شعر محمد علي الرباوي، وذلك نجده خاصة في قصيدة عزف منفرد على الهجهوج. الرجل وفق إلى حد بعيد في الإنشاد، له موهبة
في الإنشاد والإلقاء لا تضاهى. يكفي أن نرجع إلى التسجيلات في الشابكة لنقف على هذه الحقيقة. الرجل يمكن أن نضعه إلى جوار الشعراء الكبار مثل محمود درويش، بل قد يفوقه في هذا الباب. يعتبر الشاعر محمد علي الرباوي أن القدس تحضر في المخيال المغربي، وأن القضية الفلسطينية هي جزء من ذاته. تحضر القضايا الإنسانية والعربية في شعر الرباوي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فالرباوي عاش مختلف مراحل القضية الفلسطينية منذ بدايتها، إذ كان عمره سنة عندما حدثت نكبة 1948، ثم عايش نكسة 1967، انتفاضة أطفال الحجارة، انتفاضة الأقصى، ومحرقة غزة وغيرها. لذلك تحضر القضية الفلسطينية بشكل لافت وبشكل كبير في شعر الرباوي. يقول في قصيدة القتلة: ولما الصبح تنفس في كل الأبراج رثيناكم، نحن رثيناكم بقصائد أشجى مما كتبته امرأة الصحراء على الصخر الرابض في رئتيها من أشعار تقطر أحجارا. الشاعر محمد علي الرباوي غنى للقضية الفلسطينية، وحين أقول غنى للقضية الفلسطينية بمعنى أنه أنشد شعرا في القضية الفلسطينية بخلاف ما نظمه من أشعار في مدن أخرى. بمعنى أن الشاعر محمد علي الرباوي حين يكتب عن فلسطين يكتب بنفس آخر غير النفس الذي يكتب به عن مدن مثل الدار البيضاء أو عن مدينة فاس أو مدينة مكناس. شاعر محمد علي الرباوي حين كتب وأنشد شعرا في فلسطين وكأنه يخلد القضية الفلسطينية ويخلد الأمكنة الفلسطينية وعلى رأسها مدينة القدس. يؤمن محمد علي الرباوي أن دور المثقف هو ربط الجسور والبقاء خارج اللعبة السياسية، وعلى الشاعر أن يصلح ما أفسده السياسي. الشعر قادر على أن يؤاخي بين الأمم. وأستحضر في هذه المناسبة الشاعر الجزائري مفدي زكريا الذي يسمى شاعر الثورة الجزائرية. كان يعيش بالدار البيضاء بعد استقلال الجزائر، وكان له حلم في أن يوحد أو في أن تتوحد شعوب شمال إفريقيا، فكتب عن تونس، كتب عن الجزائر، وكتب عن المغرب، ولكل بلد أعطى ديوانا. وحي الأطلس للمغرب، فيدرالي الزيتون لتونس، الذهب المقدس للجزائر. كان عنده حلم، فتوفي في المغرب، ومسيرته كلها تدعو إلى التوحد بين هذه الشعوب. أنا عندي هذا الإحساس، وهو أن يكون المثقف قادرا على لم جمع الشمل. ديوان مواويل الجزائرية الذي كتبه الشاعر محمد علي الرباوي هو عبارة عن حنين إلى بلد عاش فيه ردحا من الزمن أولا، وانتقل بمعية أسرته إلى هذا البلد. ثانيا أن الشاعر محمد علي الرباوي من هؤلاء الشعراء الذين يحافظون دائما كما يقال على شعرة معاوية، أي أنه دائما شاعر وفي لجيرانه ولأصدقائه الذين عاشوا معه في الجزائر. ويذكر هو نفسه أن من الذين قدموه شاعرا في بدايات حياته كانوا من الجزائر،
كما كانوا من المشرق، بمعنى أن مجيء هذا الديوان لم يكن أبدا لسبب سياسي أو شيء من هذا القبيل، وإنما هو عبارة عن مراعاة شاعر محمد علي الرباوي لحسن الجوار ولهذه الروابط الأخوية المتينة التي تربط بين الشعب المغربي وأخيه الشعب الجزائري. مدينة باتنا تحضر بكثرة في شعر الشاعر محمد علي الرباوي، وأنه دائما كان يشارك في مهرجان تنقاد الذي كان يعقد بهذه المدينة بمعية أخيه وبلديه كما قلت لك الأستاذ الشاعر حسن الأمراني، وذكر وهران وذكر مجموعة والجزائر العاصمة، وذكر مجموعة من الأماكن حتى داخل هذه المدن الجزائرية، لا لشيء إلا لأن الشاعر محمد علي الرباوي آمن بأن الشعبين عبارة عن شعب واحد. أصدرت وزارة الثقافة الأعمال الشعرية الكاملة لمحمد علي الرباوي في مجلدين عام 2009 و2010 تحت عنوان الأعمال الكاملة. الشاعر محمد علي الرباوي كان له رأي آخر، رياحين الألم. هل هو تقليد لفلور دو مال دو بودلير؟ لي فلو دو مال بالنسبة لبودلير، إذا عدنا إلى نصوص الديوان نجده يتحدث عن حضارة غير حضارتنا، فهو يرثي الحضارة الغربية من خلال عنوانه، فهو يرثي الحضارة الغربية وبخاصة من خلال قصيدته الجيفة التي يرثي فيها أو يصف فيها جيفة اللي هي الحضارة الغربية يعتبرها جيفة، فهذا رؤية تشاؤمية ليست مطروحة في حضارتنا. فلهذا الرياحين ليست هي الأزهار، الرياحين مرتبطة بالجنة بالمقدس، الرياحين مرتبطة بالمقدس. والآن دمجت بين اللفظين لأعطي هذه الصورة التي تبدو كما قلت شبيهة بصورة لفلور دو مال، ولكنها مرتبطة بالمقدس بحضارة مختلفة عن الحضارة الغربية وهي الحضارة الإسلامية. كثيرون يقولون بأن الشاعر محمد علي الرباوي إنما استعار تسمية شاعر شارل بودلير لديوانه، والحقيقة ليست كذلك، بالرغم من أن الشاعر محمد علي الرباوي هو شاعر متشبع بالثقافة الفرنسية وقرأ أشعار بودلير وعرف ديوانه هذا في نسخته القديمة التي تداولها الناس إبان عصره، ولكن انطلاقا مما قرأته وآمنت به ليست هنالك أي علاقة بين الديوان الذي أصدره الشاعر شارل بودلير وبين رياحين الألم للشاعر محمد علي الرباوي. هو هذا الشاعر محمد علي الرباوي شيخ الشعر العربي، رسول المحبة وسفير القيم الإنسانية، أنيق حين يفرح وأنيق حين يحزن. رجل سمح، رجل لين إلا في الحق. أحذرك من غضبة الرباوي إذا غضب، إذا غضب لشيء، ولكن بصفة عامة هو سمح لين تمثيل، وهو رجل كريم وهو اجتماعي، هذه مهمة جدا. رجل اجتماعي يألف ويؤلف، يألف ويؤلف. إنسان متخلق بما تحمله الكلمة من معنى. إذن شاعر لا يتقلب، شاعر ثابت على أخلاقه، ثابت على معاملته مع الإنسان الآخر. كرمه ليست له شطآن. في ذات الشاعر محمد علي الرباوي هنالك طفل صغير يسكن بداخله. جميل التعامل، جميل التواصل، دمث الأخلاق، أنه زرع
هذه المحبة التي لم تأتي من فراغ طبعا، هو زرعها ورعاها وسقاها بحسن التواصل وجميل الإرشاد وجميل النصح، فهو الآن يجني ما زرع، فهنيئا له طيب الزرع وهنيئا له طيب الجني. رجل متواضع يخفض جناحه لمن يعرف ولمن لا يعرف، وأنا لم أر منه إلا الخير، حفظه الله وأطال في بقائه. على المستوى الشخصي رجل طيب جدا ومتواضع جدا وخدوم جدا، وهذا أكده حتى طلبته في كلية الآداب بوجدة. خدوم، محب للناس، لكل الناس، رجل محبوب في المشهد الثقافي المغربي. التفاعل مع شعره هو تفاعل كبير إلى درجة أنه قبل 5 أو 6 سنوات يعني كان قد نشر نصا في الفيسبوك وكتبت له العبارة التالية: الشاعر الكبير إلى آخره، فرد علي قائلا بأنني لست شاعرا كبيرا. وحتى أؤكد شهادتي فيه كتبت نصا بعنوان الشهادة أقول فيه: ما حرفت فيك شهادة، ما حرفت فيك شهادة، وما هي حرفتي نحرف الشهادة لا في الحوايج ولا في الناس. عمرني ما كنت نقافة على قد الغرامة تطلع شهادتها، وما ناشي من دوك اللي هلوا على عروس ما طالع عليها سر، ما ناشي من دوك الدقيقية اللي تابعين الهدية ويزوقوا بالطر، ما ناشي مكسوب، ما ناشي تراس. الشهادة المحرفة كي قريتانا وكي قريتي انت قبي في الكتاب تريب على مولاها يا بن علي، ريبانها منها ما يحتاج ريح، ريبانها فيها ما يحتاج سباب، ما يحتاج تفعفيع، هو ما يحتاج تهراس. واش برج البحرية الواقف إعلام، تعريشة عسكرية يسلم على الغمام، معرش في ليل كزو قاسي ومعرش في نهار شومو قاسي، ضل شراجمو مشرعة لشي طيور مرتها الحر، وتبات فناير وتقري لحجة، تبات فناير وتهدي نجل. شحال من بحار يحساب الصيد فراجة دخل يصيد الحوت كان غادي يصيد والبحر. واش بحال هاد البر واقف يا خي بلا ساس؟ شهادتي عزيزة، شهادتي عزيزة يا صحيبي، كيف الصوم على لغط الشناقة في سوق الحرف داخلة عندي في العبادة. ما تعرف شهادتي هادي من داك، ما تعرف ميزان لب هاديك من هذا، من كان حرفه من داك الحر في مقام الجوهر بايعت أنا داك الحرف وبلا منا. هكذاك هي الشهادة فرض وسنة، هي الشهادة بالمنة طعمها يمساس. وأنا شهادتي كبر من دراهم، وكبر عندي من الغلطة، وكبر عندي من الزلطة، وكبر عندي من اللهطة، وكبر من حدية القرعة والكاس. عمرني ما زدت في الناقص زيادة، عمرني ما سرجت بغل البلدية وقلت هذا من خيل القادة، وعمرني ما نقصت من بحر فاض بلا قياس. حين القصيدة عندي عار كبير، كبر من تكبيرة ماليها بوجب، وكبر من ترتيلي تعاود في العادة. القصيدة 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 اللي على بالك عندي يا بن علي بحر ما مقادة فيه مسالك، ماشي من ولا يركب فلوكة ويقول أنا سالك ويقول أنا رياص. كان خاف ماشي من ولا يقول يركب فلوكة ويقول أنا سالك ويقول أنا رياص. نبات قاني نخاف نضيع صورة من صور الأمواج. هي القصيدة إلا كان مجاجها بحري تقيم في الذات عراس، وانت قصيدتك مهرجان الأمواج. تبات في مواسق النشيد تتسارى، تبات في ملوك الشعر تتقلب، كل صورة تنسي في صورة، وكل نغمة ميزان يفيق الروح
من النعاس. داكشي علاش كنخافوا بزاف، كنخاف شهادتي تنقص من حروف الصورة شي حرف، نخاف تكونني لغتي وتضيع من الصورة شي وصاف. داكشي علاش كل ما لقيت انا شي بحر كنبات على المشهد كي عرفتي عساس. شهادة في حق رجل فرض نفسه بعصامية، شهادة ثمنها فيض من التكريمات تتويجا لما سطره محترف الكلمة الذي نشر أكثر من 20 ديوانا ليصبح اسمه صامقا في المشهد الشعري المغربي والعربي.